احنا عندنا اصول الشركه تتعدى 100 مليون جنيه. هتروح فين الاصول؟ هيستولي عليها المستثمر اللي جاي. ثانيا هيتم تسريح جميع العماله الموجوده. احنا عندنا عماله موجوده، عندنا حوالي 2000 عامل ما بين ناس مثبته وناس عقود مؤقته. هيروحوا فين؟ هيسرحهم، هيطلعوا بره يبقوا بلطجيه ويقطعوا الشوارع ويحاربوا الحكومه، وبعد كده في الاخر يقولوا الناس بقت بلطجيه والناس بقت صيع. طب ما انتوا اللي بتعملوا كده، ما انتوا اللي بتشردوا القطاع العام وبتشردوا العمال. طب العمال هتاكل منين؟ انتوا جايبين واحد بتملكوه روح البلد، بتملكوه سلعه موجود فيها 14000 صناعه. يعني نقدر نقول ان طرح الشركه او طرح الملاحات للمزاد او للممارسه في المشاهدات والمناقصات ده بيقوم او بيؤدي الى حل الشركه بشكل فعلي. هم بيحاولوا يحلوا الشركه، بيحاولوا يحلوا شركات القطاع العام. بطبيعه الحال الخصخصه الاولانيه كان لها قواعد. الخصخصه كان لها قواعد وان كانت سيئه بس كان لها قواعد بتضمن بعض الحقوق، ورغم ان هي مدمره ودمرت الشعب المصري كله ودمرت الاقتصادات البلد، لكن كان لها قواعد. لكن حاليا اللي بيعملوه واللفه اللي بيعملوها خصخصه فاجره ليس لها اي قواعد. تصفيه شركات بدون النظر الى لا بعد اجتماعي ولا بعد عمالي ولا بعد امني ولا بعد اقتصادي ولا بعد، هقول لسعادتك ايه يعني ان شاء الله يعني بعيدا عن شكل من اشكال انظمه الدوله. بعد سعادتك بس اكمل الحوار عشان ده اخطر ما يكون في الموضوع. تشريد العماله نمره واحد. 2000 عامل انا هوديهم فين؟ رغم 35000 عامل برضه بيعتمدوا على صناعه الملح. الناس دي هتروح فين؟ عندنا البتروكيماويات. صناعه البتروكيماويات معتمد اعتماد كلي على انتاج الملح. شركه الكيماويات محتاجه برضه انتاج، يعني اعتماد كلي على الملح. دي اللي بقى بتطلع القرور. وان شاء الله بامر الله تعالى انا بقولها صريحه وبقولها رئيس الجمهوريه ورئيس الوزراء، الشعب المصري مش هيشرب ميه بعد كده، مش هيلاقي ماده الكلور المعالجه للميه اللي اساسها داخل في الملح، مش هيلاقي يشرب ميه نظيفه بعد كده. واحنا طبعا عندنا الكانسر والكبد، وعندنا جميع انواع الامراض موجوده في جمهوريه مصر العربيه. دي هيزيدوا بنسبه 80-90% بعد كده، وهيبقى الشعب المصري كله مريض بسبب قرار غير مسؤول من وزاره الماليه ومن محافظ اسكندريه انه يدي المستثمر الارض. المستثمر جاي مش عشان الملح ومش عشان صحه المواطن ومش عشان اي حاجه، المستثمر جاي عايز ياخد الارض وبعد كده يتم ردم الارض دي جزء. احنا محوط بينا من جميع الجهات شوادر اخشاب، ناس مافيا اراضي متربصه للي هيحصل، وكانت متربصه بقى لها سنين للشركه. انتوا بتيجي تدوم على الجاهز. لو جه فرد من خد الارض هيتم ردم الارض دي في سنتين، هيتم ردم ارض الملاحه بالكامل، والحكومه مش هتقدر تعمل حاجه. مش الحكومه عاجزه دلوقتي انها تعمل اي حاجه. الحكومه ما عليها انها عايزه تدور على فلوس من اي مكان تجيبها وتدمر صناعه، تدمر عمال، مفيش مشاكل. وفي الاخر يقولوا العمال بلطجيه، العمال مش عايزين يشتغلوا. لا، العمال حضراتكم شفتوها كلهم جايين بلبس الشغل. احنا مش اضراب، عشان برضه ما تتعرفش انها اضراب، احنا بنحافظ على شركتنا، احنا معداتنا شغاله. احنا جينا اعتصام، رقم 1 اعتصام، رقم 2 اعتصام، بقالنا اسبوعين ماشيين في السلمي، بنبعتوا تلغرافات وعايزين حد مسؤول يقابلنا، بنقابله اعلام، ما حدش سال فينا، ماشيين بالقنوات السلميه لحد دلوقتي، وانا بقولها ماشيين بالقنوات السلميه لحد دلوقتي. بعتنا تلغرافات ما سالوش فينا، والصحافه قامت معانا والاعلام وبيقوموا معانا بوجه كويس جدا، ولكن برضه لحد دلوقتي لسه ما فيش استجابه من المسؤولين. عايزين توصلونا فين؟ انا بسالك يا دكتور محمد مرسي، الصندوق جاب حضرتك واحنا معترفين بالشرعيه، ولكن انا بسال حضرتك سؤال، عايزين تودونا فين بالظبط؟ هل عايزين تودوا العامل المصري والشعب المصري انكم تخفسوا بيه الارض؟ عايزين العامل المصري الغلبان يطلع يتشرد هو واسرته في الشارع وعياله وهو يمسكوا سيوف ويمسكوا مسدسات ويطلعوا يثبتوا الناس في الشارع؟ ما هياكلوا منين؟ بص يا دكتور مرسي حضرتك والدكتور هشام قنديل اللي في مشكله ملاحه بورسعيد التابعه لينا، بص عمل ايه؟ راح له خطاب من رئيس الشركه عندنا بيستغيث بيه عشان ملاحه بورسعيد، ولكن الدكتور هشام قنديل قرا الخطاب بتاع رئيس الشركه بيستنجد بيه، قرا الخطاب وراح مشكل قرارات، مشكل لجنه فوريه عشان الملاحه تتسلم دلوقتي. بتعملوا ايه في المصريين؟ بتعاندوا المصريين ليه؟ ليه بتموتوا المصريين؟ العامل المصري امهر عامل على مستوى العالم، ليه بتضره؟ ليه بتجيبوا لنا قرارات مخالفه للقوانين؟ ليه بتحاولوا تدوسوا على القوانين؟
ليه؟ اما حد بيدوس يغلط ويدوس على القوانين انتوا بتقولوا لا ده غلط، لكن انتوا اول ناس بتدوسوا على القوانين، ما بتحترموش القرارات، ما بتحترموش القوانين. ارجوكم ملاحه الماكس 2000 عامل، ارجوكم ملاحه بورسعيد فيها 400 عامل هيتشردوا ب 35,000 يعتمدوا على صناعه الملح وتجارته، هيتشردوا. الناس هتروح فين؟ 3000 عامل يا فندم. الناس هتروح فين؟ قولوا لنا الحل. قولوا لنا احنا لسه انا الرئيس مرسي. احنا لسه لحد دلوقتي بنقولوا للعمال يا جماعه احنا ماشيين سلمي وماسكين العمال، بعد كده ما حدش يسال حد. احنا اول ناس هنطلعوا كرجال نقابيه مسؤولين عن العماله في البلد. الله اعلم ممكن ايه اللي يحصل، ما تضطروناش نعمل كده. جميع القوانين وجميع القرارات وفتاوى رئاسه الجمهوريه وفتاوى مجلس الوزراء وقرارات وزاريه ومسانده محافظين كانت معانا القرارات كلها ومعانا القانون. ليه بتعملوا فينا كده؟ ليه عايزين تشردوا العمال؟ ليه بدل ما تحلوا مشاكل غزل والنسيج ومشاكل مساهمه البحيره ومشاكل العمال اللي مش لاقيه تقبض، بتزودوا طابور البطاله اللي ايه في البلد. احنا مش هنسمح في الاخر، ومن اخر الكلام احنا مش هنسمح لا رئيس الجمهوريه ولا وزراء ولا اي حد انه يقرب من ارض الملاحه عندنا. مش هنقرب انه يقفل بيوتنا، مش هنقرب ان بيوتنا مش هنسيب اي حد يخش الملاحه. بيوتنا تتقفل قبل ما بيوتنا تتقفل هنقفلوا بيوت ياما قوي، وهيبقى الدمار في البلد للركب زي ما انتم عايزين، واحنا معاكم في اي حاجه تعملوها. انا بستغيث بيك يا دكتور مرسي، وانا بقول حضرتك جاي من خلال الشرعيه، واحنا بنعترف بالشرعيه والصندوق. مش بنقول لا انت مش رئيس جمهوريه، لا انت رئيس جمهوريه، في شرعيه لحضرتك، لازم تستعمل الشرعيه دي في الصح، استعملها في الصح. احنا مستنيين من حضرتك قرار بوقف الكلام ده خالص والغائه، حفاظا على العمال، النظام الصعب، وحفاظا على الاقتصاد المصري، واحتفاظا على رغيف العيش. لو استوردنا ملح من الخارج احنا بننتج من ملاحه الماكس 1.5 مليون طن، ولو ردمت الملاحه دي في استيراد من الخارج، شوف رغيف العيش هيبقى بكام. النظام السابق اللي اتقال عليه فاسد واحنا بنقولوا عليه ماشي فاسد معاكم، ما عملهاش وما قفلش، رغم ان هو كان ممكن يقفل والناس ما قفلوش. هل بعد الثوره اللي جت عشان تنصف العامل والعداله الاجتماعيه تقفل بيوت ناس، تقفل مصانع، تقفل مشاريع قائمه؟ ليه يا دكتور مرسي؟ ما كانش العشم في حضرتك الكلام ده، واحنا بنوجه لحضرتك الرساله للمره العاشره. احنا سلميين لحد دلوقتي سلميين، ما تضطروناش ان احنا مشروع النهضه فين؟ نعملوا حاجات احنا مش عايزين نعملوها. وبيقول الرئيس مرسي بيقول عايز انتاج، هو فين؟